السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال يا ربي. جيتكم فيديو جديد ونهار جديد، واليوم غنشارك معكم شهيواتنا وداكشي اللي وجدت لفطورنا ان شاء الله غنشاركو معكم. خليكم معايا، ولكن قبل غنفكركم باش ديروا لايك وتخليو لي تعليق زوين بحالكم، واللي كتشوف القناه ديالي اول مره تابوناي وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. يلا خليكم معايا ندوزو لا فيديو. وبديت البنات بهاد المليويات ولا المفروق، كل واحد شنو كيقول ليه، المطلوع، مخيمرات. المهم درت هاد الملوي ديال الخميره كما كنقولوا له، وغنديروا ان شاء الله في الفران. المهم انا عجنتهم ولويتهم بالزبده والزيت وبالسميده وخليتهم كيرتاحوا شويه. دابا غنقرصهم ان شاء الله في الطاوه اللي غندخل الفران، ونخليهم يخمروا على خاطرهم، وعاد نخبزهم ان شاء الله. وهنا عندي هاد لي سيجار كنت درتهم قبل رمضان، راه ديجا شاركتهم معاكم بالكفته والشعريه الصينيه. وكنت درتهم بواحد الورقه الصراحه اللي كانت ديجا هي مفرته، خدمت بها ما عجباتنيش ديك الورقه اللي كنت قلت لكم. كنت قبل ما ناخذ ديك الورقه ديال ديك السيد محمد خدمت بهادو هي الاولى. المهم دابا انا فكرت ندير لهم هاد الطبقه ديال البيض، بحال هكا البيض دربته وغندوزها في هاد لا شابلور. المهم لا شابلور غير تقدروا تصايبوها غير في الدار، كتشدوا من الطروفه ديال الخبز هكا اللي كيشيطوا عليكم اولا الكومير، كتدخلوهم الفران حتى كطفيو طفيو تكونوا مشعلين الفران ديالكم وتساليوه وتطفيوه، وكتخشيو ديك الطروفه د الخبز اولا الكومير كتخشيوهم وكتسدوا عليهم الفران. صافي راه دغيا كيقصاحوا كيتقرملوا، وكتفرتوهم وطحنوهم في الهاشوار ولا في مولينيكس ولا تقدروا تدقوهم في المهراز. وهذيك هي لا شابلوغ، هو الخبز المحمص ديالنا. راه كلشي كاين اللي كيديروا من السام بالزعتر بالعشوب. المهم انا كما قلت لكم كندوز هاد لي سيجار ديالي هما مجمدين، جبدتهم مجمدين وكندير لهم هاد العمليه باش يجيوني ساهلين، حيت الا خليتهم حتى طلقوا عاد بقيت كندوزهم في هاد البيض وفي لا شابلو غيعذبوني شويه. داكشي علاش قلت ندوزهم وهما باقين جامدين ونحطهم. المهم كندوزهم في البيض بالزربه باش ما يهزوش لينا البيض، غير دغيا كنخطفوهم وكنحطوهم في لا شابلوغ صافي، وغنستف في الطاوه. انا هنايا ندخلهم الفران، ما غنقليهمش، تقدروا تقليوهم ولكن انا صراحه ما بغيتهمش مزيتين بزاف، وزعما بغيتهم شويه ناقصين ليدام، داكشي عشان ندخلهم الفران. المهم المطلوع ديالنا ها هو درتو في سميتو في الطاوات وخمر. غندهن له وجهه هكا بصفر البيض اللي درت معاه معلقه ديال العسل ودرت معاه الخل باش تحيد لنا ديك الزفوريه ديال البيض. صافي وغندهن هاد المخيمرات ديالنا الوجه ديالهم الا كنتو غتدخلوهم الفران. الا ما بغيتوش دهنوهم كاع بالبيض ما دهنوهمش، ولكن راه كيجي الشكل ديالهم زويون ملي كدهنوهم هكا بالبيض. وتقدروا تدردروا عليهم زنجلان اولا البافو، حبوب البافو، وتقدروا تطيبوهم ودهنوهم بالعسل وديروا لهم اللوز ايفيلي ولا اللوز مهرماش اللي بغيتو. المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار. وصافي كما قلت لكم انا خليتهم خمروا، دابا غندخلهم الفران يطيبوا عادي. وهاد لي سيجار ديالنا حتى هما غندخلهم الفران. المهم لي سيجار الا كنتو غتدخلوهم الفران كترشوا عليهم هكا الزبده دايبه كنرشوها عليهم من الفوق وصافي. هما ديجا راه فيهم الورقه يعني فيها الزبده من الداخل، وغنرشوا عليهم شويه ديال الزبده. الا كنتو بغيتوهم مقليين كتقليوهم في المقله في الزيت، راه كيجيو غزالين كيجيو مقرمشين. انا الصراحه ما بغيتهمش يهزوا الزيت بزاف وبغيتهم زعما شويه هكا صحيين. ودابا كنوجد شلاضه. المهم درت شلاضه ديال لي باط، سلقت لي باط وخيزو. المهم درت المايس، درت البورو، قطعته طريفات صغار. وتقدروا ديروا مطيشه، فلفله في الالوان، فلفله خضراء فلفله حمراء كتقطعوهم رقاقين خضرين يعني ما مشويين لا والو. المهم انكم تقطعوهم رقاق وكديروهم تما مع الشلاضه ديال لي باط كيجيو فنين. انا ما عنديش فلفله هنايا تسالات ليا، صافي درت غير خيزو مسلوق. حتى بطاطا مسلوقه ما درتهاش، بطاطا غاليه دابا. كنخليوها اختي غير الطوارئ.
صافي وضفت الطون هنايا. درت الزيت ديالو، يعني ما درت لا زيت لا والو، اكتفيت غير بالزيت ديال الطون. وتقدروا ديروا الطوماط سوريز، انا كتعجبني هكاك مطيشه صغيره، كنقطعها غير على جوج وكنديرها مع الشلاضه كتجي زوينه. كنفضل نديرها هي على الا ما كانتش الطوماط سوريز ما كنديرهاش كاع، احسن من انني نقطع مطيشه عاديه مربعات ونديرها، ما كتعجبنيش بزاف. صافي وزدت هنا زيتون خضر مقطع، وتقدروا ديروا حتى زيتون كحل. ودرت واحد 3 د المعالق ديال المايونيز، وغنخلط كلشي مليحه والبزار وشويه ديال الخل، ونخلط كلشي والشلاضه ديالي موجوده. المهم هذه الشلاضه المعتمده، هي اللي كنديروا دائما شلاضه ديال لي باط بحال هكا، كتجي ساهله وزوينه، ماشي بالضروره تكون عندنا كاع الخضره متوفره باش نديروا شلاضه. كنديروا بداكشي اللي موجود وداكشي اللي كان عندنا في الدار كنقضيو به. صافي ودرت هنايا ديكوريتها بالبيض مسلوق، وعندي الباربه مسلوقه اللي خلطتها غير مع البورو، ودرت لها شويه د الملحه وشويه د الكمون وزويتها. صافي وما درت لها لا خل لا والو، ودرتها هكا في الجناب ديال الطبسيل. صافي وفرشت الخص كيف ما شفتوا معايا. هنا البطيبيطات ديالنا المفروق ولا الملوي ديالنا هو طاب كما قلت لكم. الملوي ديال الخميره اللي كنديروا دائما، كاين اللي كيطيبوا في المقله وكاين اللي كيديروا في الفران. انا توحشت الصراحه في الفران. وكما قلت لكم راه تقدروا تدهنوها بالعسل وترشوا عليها كاوكاو مهرمش، لوز مهرمش اولا اللوز افيلي، وتقدروا تخليوها غير هكا كتجي زوينه. صافي وخرجت دابا لي سيجار ديالي من الفران، هما تقرمشوا صراحه، جاو مقرملين، قاصت عليهم البوطه وخليتهم تحمروا على خاطرهم، جاو مقرملين ومقرمشين. وهاد الطبقه ديال لا شابلوغ كتزيدهم تقرميشه، صراحه كيجيو فنين صراحه بهاد لا شابلوغ. وكندير هاد اللعيبه حتى البريوات ديال الدجاج حتى هما كيجيو زوينين. وهنا البنات كنوجد العصير ديالي اللي درت فيه واحد خيزو واحد كبير مسلوق، سلقته صفيته خليته كيبرد، درت معاه الفريز. وهنا غندير عصير الليمون، كيجي الصراحه هذا العصير رائع. غندير السكر سنيده القياس، ودرت معلقه من مركز الحامض حتى هي غير معلقه واحده. هاد العصير الحامض صراحه رائع، كيضيف كيعطي واحد الاضافه زوينه للعصير ديالنا. صافي غنطحن كلشي، وهاد العصير صراحه كيجي زوين والله، سيرتو ديال خيزو كيتقل لينا العصير وكيعطي واحد المذاق زوين، يعني ما كيبانش كاع خيزو سيرتو. وتقدروا تضيفوا معاه حتى واحد دانون ديال الخوخ اولا ديال الفريز، حتى هو كيجي رائع، كيعطي المذاق فيه زوين. صافي انا ساليت فطوري دابا، اخر حاجه وجدتها هي العصير. شوفوا البنات كيفاش كيجي ثقيل وكيجي زوين في المذاق ديالو، راه كيجي رائع. انا زدت معاه الفاني، ما درتش معاه دانون، ولكن درت معاه ساشيه ديال الفاني. وصافي البنات انا حطيت دابا الفطور ديالنا، الشلاضه ديالي بارده، الشباكيه والبريوات. لي سيجار ديالنا صراحه جاو فنين، جاو مقرمشين. وهاد المطلوعه ديال الفران اولا المفروق، المهم درت وحيده، درت ليها العسل ورشيت عليها كاوكاو مهرمش. صافي والحريره ديالنا حتى هي. المهم هذا هو فطورنا ديال اليوم، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا حتى نتوما بلي لايك باش نطلعوا هذا الفيديو وتعاليقكم زوينه. واللي كتشوف القناه ديالي اول مره تابونا يا اختي وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد، ومرحبا بكم في العائله ديالنا. المهم خليتكم في امان الله، نتلاقاو فيديو جديد ونهار جديد ورمضانكم كريم.